نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكتفوا يلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسبائها طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين مشاهدين الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة شباب. باسمكم وباسم البرنامج دعوني أرحب بصديقي ومن يصحبني في التقديم عبد الرحمن برهان. أهلا وسهلا عبد الرحمن. حياك الله زميل عبد الرحمن وحيا الله مشاهدينا الكرام الأفاضل. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة الشباب. مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل إلى أول فقراتنا لهذه الحلقة وجلسة سمر. نود التنبيه متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان أننا في صدد استقبال مشاركاتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر موقعنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. طيب عبد الرحمن، اليوم عندنا الموضوع مختلف عن بقية ما تكلمنا فيه في المواضيع السابقة. القدوة يا عبد الرحمن، والقدوة موضوع تقدر تقول عميق وحساس وخطير، لأن جميع البشر يحتاجون إليه من جميع الفئات العمرية وعلى جميع الطبقات المجتمعية، لكن القضية تكمن في من هو القدوة الحسنة، من هو القدوة المتبعة، من هو القدوة الصحيح الذي يتخذه الإنسان لنفسه. بعد هذه بدء الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء الله واليوم الآخر. دعنا اليوم نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعنا في حياتنا هذه كلية نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ونبحر في شيء من سيرته. نعم. ولا وش رأيك عبد الرحمن؟ نعم عبد الرحمن، اتخاذ القدوات أمر مهم جدا كما ذكرت عبد الرحمن، ولا يوجد قدوة أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبالتالي ذكرنا أنه في هذه الحلقة أو سوف نذكر في هذه الحلقة بعضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضا من مواقفه لننهل من سيرته العطرة. هناك موقف عبد الرحمن، موقف جميل يذكره الصغير قبل الكبير. أشهر موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش مع قومه عندما عاد منتصرا من المدينة، وقد كان قد زارهم مرة قبل في صلح الحديبية ولم يدخل مكة فاتح، عندما غضب عمر وقال لماذا نرضى الدنية في ديننا. ثم عاد مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. عندما فتح مكة عبد الرحمن ماذا قال لقومه؟ قال ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. تخيل هم في موقف ضعف وموقف هوان، ومع ذلك يعرفون من هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه صادق، يعرفون أنه ذو خلق حسن، وهم الذين آذوا وهم الذين شردوه من مكانه ومن من بيته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة قال والله لو أن قومك يخرجون منك ما خرجت. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما رأيك عبد الرحمن في هذا الموقف العظيم الذي يجسد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه؟ والله شيء عجيب. إذا أنت كنت تعاني أو تطلب ثأر من شخص أو تطارد وراء هذا الشخص لفترة طويلة ثم ظفرت به، يعني ما أظن أن في شخص عاقل ممكن يترك الموضوع يمشي بهذه السهولة. لكن هنا تتجلى عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولعل هذا والشيء بالشيء يذكرني بقول المقنع الكندي: ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس كبير القوم من يحمل الحقد، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. فهذا كله راجع على عظمة الأخلاق اللي يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت لأحد غيره. طيب دعني أنتقل معك في الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقف آخر، موقف الأعرابي، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءه أعرابي وجبذه جبذة وقال له: يا رسول الله أعطني من مال الله. يعني هو يسأل من مال الله، يعني ما جبذ النبي صلى الله عليه وسلم وسأله من مال الله، من بيت مال المسلمين، ما سأله من ماله الشخصي ولا سأله عطية ولا سأله، قال أعطني من مال الله، يعني كأنه أمر، أعطني من مال الله. كيف كان ردة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هدأ من روعه وضحك ثم أمر له بمال، بكل هذه السهولة وكل هذه البساطة. فإذا ما كان هذه القدوة من يكون؟
والله عبد الرحمن موقف كبير وعظيم جدا، لعلنا نقف معه عدة وقفات. الأولى يا عبد الرحمن، انظر إلى قسوة الأعرابي، وهذه كانت عادتهم. العربيين كانوا جلفاء بحكم البيئة التي يعيشون فيها. وذكر الأعرابي أيضا في تكملة القصة أنه قال: لا مالك ولا مال أبيك، يعني أعطني مال الله، لا مالك ولا مال أبيك. فانظر إلى يعني قسوة هذا الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بجانب السلام عمر بن الخطاب. نعم، يعني لو أمره لكان يعني عمر بن الخطاب يتحرك أصلا بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الرحمن نقف وقفة، ألا وهي امتصاص غضب الشخص الذي أمامك. نعم. حاول قدر المستطاع أن تمشي بين الناس مهدئ النفوس، تكون مصلحا بين ذات البين، مصلحا بين الناس. لا تكن النقطة التي تشعل الفتنة بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أول شيء فعله أمام الأعرابي أنه تبسم. هنا الأعرابي هدأ، الأعرابي كان منفعلا، الأعرابي لديه ظروف مادية صعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تبسم هدأ الأعرابي. ثم الوقفة الثانية تأتي أنه زجر عمر وقال له دعه، ثم أمر له بيعطيه. هنا أيضا الوقفة الثالثة له هي كرم النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر مرة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى شخص إلى مكة ويعني أراد أن يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يعني ينظر في أمر من هو هذا النبي. فلما عاد إلى قومه قال: يا قوم أسلموا، فوالله أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كرمه. فما بالك أن يأتي أعرابي ويقول له: أعطني من مال الله لا مالك ولا مال أبيك. هل تتوقع أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ محال. نعم. دعنا أجل ننتقل للموقف اللي بعده. ننتقل للموقف هذا عبد الرحمن، ألا وهو موقف عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أثر الحصير الذي ينام عليه، فتأثر وبكى. فقال عمر: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هم فيه، وأنت رسول الله، يعني أنت تنام ويؤثر الحصير على كتفك، وأنت النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى كسرى وقيصر يتنعمون بمال الدنيا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا موقف عظيم عبد الرحمن، يعطي النبي صلى الله عليه وسلم دروسا فيه إلى عمر. جميل. ولعل هذا نستفيد أو نستشف منه زهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت هموم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هذه الهموم. كسرى وقيصر ينامون في قصور وأفرش وسرائر وما إلى ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذا، لأن قسرى وقيصر هذا مرادهم من الدنيا، هذا مرادهم من حياتهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مراده أن يبلغ رسالة ربه، أن يدخل قومه الإسلام، أن يصل إلى الجنة بزهده. فما كان عنده وقت لهذه الأمور، ما كان يراها شيئا، ينام على حصير أو ينام على سرير. في الحالتين أنا جاي هنا أبلغ رسالة ربي، جاي هنا برسالة من الله سبحانه وتعالى، يجب أن أوصلها، يجب أن يعلم العالم كله بهذه الرسالة. فسرير أو حصير ما يفرق معه كثير. تفضل. نعم. أيضا لدينا عبد الرحمن موقف آخر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو موقفه مع زوجاته عندما أتت إحدى أمهات المؤمنين بصفحة إناء وكسرتها، ألا وهي عائشة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: غارت أمكم. يا سلام، والله هذا فيه نوع من الرقة عجيب. غارت أمكم جداً جداً. وهذا لعله يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم للنابغة الجعدي لما جاءه منشدا قصيدة، قال: بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا، وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ وكان هذا هو نقب النابغة الجعدي. نعم. فقال: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ شوف يعني السؤال فيه رقة، نفس الرقة الموجودة. غارت أمكم، يعني هي كلمات بسيطة لكنها تصل إلى القلب ولها معنى بليغ. غارت أمكم، إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ يعني أبو ليلى قاعد يقول في القصيدة أن احنا نبغى أن نرتقي فوق السماء، فقال: إلى أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ليلى: إلى الجنة بك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن شاء الله. نعم. وهنا أيضا نستشف من هذا الموقف من هذا الموقف نستشف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أوتي جوامع الكلم. انظر كلمتين قالها غارت أمكم، فهم الصحابة وفهم الناس وفهم العالم أجمع أن هذه من طبيعة المرأة، أنها تغار، واعذروها. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الجملة لكان الموضوع أخذ منحى آخر، إنه لماذا تكسر عائشة هذا الإناء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أمر عظيم جدا، لماذا لا تحترم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم التمس لها عذرا وقال: غارت أمكم. فبالتالي أصبح هذا الأمر
أسلوب حياة لجميع المعدين من الرجال. نعم. أنه الأمر يعني النساء يحصل بينهم ما يحصل من الغيرة. ولعل هذا أسلوب أيضا في تعامل الرجل مع زوجته داخل المنزل. صحيح. ويعني تجد المشاكل في هذا كثيرة. يعني البشر لو يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فعلية في جميع أمور حياتهم، في كزوج أو كقائد أو كرجل عادي أو كمصلي أو كمؤمن، إذا اتخذت النبي صلى الله عليه وسلم قدوة أفلحت. صحيح. لأنه يعني جاي كرسول، جاي من الله سبحانه وتعالى، فما ينطق عن الهوى. ولعلنا نذكر في موقف آخر، موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ليس لك من الأمر من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. هنا عبد الرحمن نستشف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عانى في حياته كثيرا، وعانى الأمرين في دعوته. وهنا رسالة إلى كل الدعاة في هذا العالم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شج في وجهه وكسرت رباعيته في دعوته للإسلام. فبعض الناس يقول لك: يا أخي أنا والله قاعد أعاني مثلا في مجتمعي. دعنا نذكرها على صعيد الشباب. الشباب أغلبهم هنا أما أن يكون في المدرسة أو يكون في الجامعة. كن قدوة حسنة يا أخي، حتى وإن أصابك الأذى، حتى وإن تعبت، حتى وإن عانيت الأذى من أصدقائك من زملائك في الجامعة في المدرسة في الحياة بشكل عام. كن قدوة حسنة، كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوذي من صحابته من قومه وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعزم شديد ورأي سديد وعزم حديد وأنف أشمر. لعل هذه كانت يعني جملة من المواقف التي لو تمعنا فيها وأخذناها بعين الاعتبار لأصبحنا خير أمة أخرجت للناس بأتم معنى الكلمة. يعني لأنك الفترة هذه تجد أن كثير من الناس تخلوا عن دينهم، أو لا نقول أنهم تخلوا، ما قاموا يطبقون دينهم بالتعاليم الصحيحة، ما قاموا يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهم في كل أمور حياتهم. فمن الطبيعي أن تتراجع هذه الأمة، أنها مات، لأنها أصلا ما كان، الآن هي ليست بالمقام التي وضعت لأجله، الأساسات لديها ليست ثابتة. فلذلك الآن لما تجد الأمة في هذه الحالة وفي هذا التراجع، يعني ما تستعجب صراحة، لأنها أصلا ما هي ملتزمة باللي هي فيه يا عبد الرحمن. صحيح. دعنا عبد الرحمن ننتقل إلى موقف آخر من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال عندما اختصم الصحابة في حضرته فقال: يا معشر المسلمين، الله الله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله بالإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بينكم، أترجعون إلى ما كنتم به عليه كفارا. هنا عبد الرحمن رسالة إلى كل الناس قاطبة سواء الكفار والمسلمين، أن العنصرية هي داء ينهش في الأمم. و يعني يقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. نجد أنه في الفترة الحالية نعاني كثيرا من هذه العنصرية، وهو أمر منذ قديم الأزل كان يعانون منه الناس. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عرج على هذا الموضوع وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أشكرك لك أخي عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، دعنا ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم وفقرتنا الثانية. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم في الفقرة الثانية وحول العالم. عبد الرحمن، هنا نتكلم عن دولة عربية تقع في الشرق الأوسط وتحديدا في غرب القارة الآسيوية، تحدها سوريا من الشمال والشرق، وتحدها أيضا فلسطين المحتلة من الجنوب، وتطل من جهة الغرب على البحر الأبيض المتوسط. تعتبر لبنان أحد أكثر المراكز المصرفية أهمية في آسيا الغربية، ولما بلغت ذروة ازدهارها أصبحت تعرف بسويسرا الشرق لقوة وثبات المركز المالي عندها آنذاك، كما استقطبت أعدادا هائلة من السياح لدرجة أنها أصبحت المركز الرئيسي للسياحة في الشرق الأوسط بعد نهاية الحرب الأهلية. وجرت محاولات عديدة ولا تزال لإعادة بناء الاقتصاد الوطني والنهوض به من جديد وتطوير جميع المباني التحتية. وقد نجح عبد الرحمن البعض منها، فقد تفادت معظم
المصارف اللبنانية والبنوك اللبنانية الوقوع في متاهة الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2007 التي أثرت على معظم الشركات والمصارف حول العالم. وبالتحديد في سنة 2009 شهدت لبنان نموا اقتصاديا كبيرا بنسبة 9% على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، واستقبلت أكبر عدد من السياح العرب والأوروبيين في تاريخها. ويذكر هنا عبد الرحمن أن لبنان هي بلد ديمقراطي يجمع بين معظم الطوائف العالمية، فبالتالي تجد أن معظم سكانه من العرب المسلمين والمسيحيين، بخلاف الدول العربية الأخرى نجد أن هناك وجود فعال للمسيحيين داخل الأراضي اللبنانية. وتشتهر لبنان بنظامها التربوي العريق والرائد والقديم، حيث أنها تسمح لجميع المنشآت بجميع اللغات وبجميع الجنسيات بإنشاء منشآت تربوية تعليمية، وكان لأبنائه دور كبير في إثراء الثقافات العربية والشعر والفن ومجالات العلوم والآداب، وكانوا من رواد الصحافة والإعلام في الوطن العربي آنذاك. يعود تاريخ لبنان عبد الرحمن إلى ما قبل بداية الحضارة البشرية، حيث تظهر بعض الآثار وجود مجمعات بشرية بدائية تعيش على الصيد استوطنت الساحل اللبناني. وفي الفترة التي بدأت لبنان فيها المدنية والتاريخ، ازدهرت الحضارة على نفس هذا الساحل الذي يعتبر اليوم ويشتهر باسم ساحل لبنان. وفي القرن الثالث قبل الميلاد وقعت واقعة سيل العرم، وهدم سد مأرب وضياع مملكة سبأ المعروفة في التاريخ. وبسبب هذه الكارثة هاجرت هذه القبيلة، قبيلة عاملة بن سبأ، من اليمن إلى أطراف الشام، واستوطنوا بجبل عام، وهي منطقة الهضاب في جنوب لبنان، في جنوب شمال لبنان على البحر المتوسط وفلسطين. عبد الرحمن، قدم تاريخ لبنان وعبور الحضارات على أراضيه وتنوع شعبه جعله غنيا بتنوع وغزارة ثقافته. والمجتمع اللبناني الحالي هو مجتمع متطور وحديث، ويماثل أيضا المجتمعات الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، كونه يعني يجمعهم موقع جغرافي قريب جدا منهم. ومنذ بدايات النهضة العربية إلى يومنا هذا أدى خلالها اللبنانيون دورا كبيرا في إحياء التراث العربي وتجديد الدم في شرايين اللغة العربية وآدابها، شعرا ونثرا وترجمة وأيضا تأليفا. يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى، لو كنت تدرين ما ألقاه من شجن لكنت أرفق من أضحى ومن صفح. وقائل هذه الأبيات هو بشارة الخوري، والملقب بالأخطل الصغير، ولقبه بالأخطل الصغير نسبة إلى الأخطل الكبير الأخطل التغلبي، لأنه يربطه معه نسب. الأخطل التغلبي الشاعر الأموي كان يجاري جرير الفرزدق. فالشاعر اللبناني بشارة الخوري والملقب بالأخطل الصغير من أبرز شعراء لبنان، وكذلك جبران خليل جبران الكاتب والشاعر، وله أبيات كثيرة وقصائد جميلة. فبلدة فيها مثل هذه الأسماء وهذه الشعراء لابد أنها تزدهر بالوطن العربي وتزدهر باللغة العربية شعرا ونثرا وأدبا. نعم، يذكر أيضا أن لبنان من الدول التي حافظت على تاريخ اللغة العربية وتمسكت به، وشعب لبنان من الشعوب المتمسكة جدا باللغة العربية. بالحديث عن الشعر، لبنان فيها من الكثير من الشعراء المعروفين حول التاريخ. دعنا عبد الرحمن يعني نذكر أهم المعالم اللبنانية الموجودة هناك. نجد هناك أن قصر بيت الدين هو قصر تاريخي أثري قديم، تم البدء ببنائه في عام 1788 باعتباره مقر إقامة الأمير بشير شهاب الثاني. واستمرت أعمال إنشاء في هذا القصر 30 سنة، وقد تمكن العثمانيون من السيطرة على هذا القصر، حيث تم استخدامه أيضا كمبنى حكومي، وبقي على ذلك حتى انتهاء الفترة العثمانية ليصبح موقعا تاريخيا محميا يزوره السياح من كل مكان. وبالحديث عن السياح نتحدث عن مغارة جعيتا، والتي تبعد 18 كيلو إلى الشمال من مدينة بيروت العاصمة، ويبلغ طولها نحو 10,000 متر، وتعتبر بذلك واحدة من أطول الكهوف في منطقة الشرق القريب. وقد اكتشفت هذه المغارة في الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي، وتم افتتاحها أمام الزوار في عام 1908.
وتشتمل المغارة على تكوينات طبيعية تسمى الهوابط، وهي الأطول على مستواها في العالم. أيضا على الصعيد الزراعي عبد الرحمن تنتشر العديد من غابات الأرز في لبنان، يذكر منها غابة الأرز التي تبعد مسافة 8 كيلومترات عن بلدة بشري، وتعد أحد أجمل المحميات في لبنان. وموطن غابة الأرز القديمة يستمتع الزوار بممارسة العديد من الأنشطة فيها، مثل الطيران المظلي وقيادة سيارات الدفع الرباعي أيضا في فصل الصيف. أيضا لدينا في فصل الشتاء ممارسة التزلج على الجليد وما إلى ذلك. نعم. ومن غابات الأرز غابة حدث الجبة أو الجبة، حيث تعد من أكبر وأهم وأجمل الغابات في لبنان، حيث تحتوي على 300 ألف شجرة من نوع الأرز اللبناني، من بينها أشجار معمرة بلغت 1000 عام. كما يوجد في الغابة العديد من الحيوانات البرية والطيور، إلى جانب أنواع نادرة من الحيوانات. المتحف الوطني عبد الرحمن في بيروت عرف سابقا بالخط الأخضر، وهو أحد المتاحف في الأراضي اللبنانية، يضم العديد من المجموعات الغنية من القطع الأثرية والتاريخية من فترة ما قبل التاريخ، تحديدا في الحقبة اللبنانية، الحقبة العثمانية عفوا. يضم العديد من الأراضي التي تم العثور عليها في الأراضي اللبنانية، مثل القطع الفنية والجنائزية والنقوش الحجرية العثمانية. أيضا يضم عدد كبير من التمائم الفخرية والحجرية والعجية، وأيضا التماثيل المنحوتة والمجوهرات والأسلحة، فهو بالتالي متحف يضم العديد من القطع الأثرية والتاريخية. جميل. ميناء طرابلس، المكان الجميل والذي يقصده السياح بكل مكان، هو في الحقيقة ليس مجرد مكان سياحي يقصده السياح فحسب، فقد تم تصميم الجزء القديم منه سابقا ليكون رادعا للغزوات العسكرية الخارجية، وجرى تطويره بدءا من النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، حيث أصبحت المنطقة من أهم المراكز التجارية للمدينة، حيث تشتمل على العديد من المواقع المحمية عسكريا، وتعتبر أيضا من المواقع التجارية المهمة ومراكزا لبناء السفن ومجال تحرير لبيع الحرير. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكتفي بهذا القدر عن الحديث عن دولة لبنان. نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أمنوا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل،
هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أمروا. أهلا وسهلا بكم متابعينا بعد هذا الفاصل وإلى آخر فقراتنا وسبورتس. إذن ليفربول يقترب من الصدارة خلف مانشستر سيتي، وصراع جولة كأس الملك بين الهلال والنصر وأحداث أخرى مهمة تنتظرنا هذا اليوم. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك أخوي عبد الرحمن. نعم، دعنا نبدأ بالحديث عن جولة كأس الملك في الدوري السعودي، أو عفوا في السعودية. دعنا نبدأ بالقمة الأكبر ألا وهي موقعة الهلال والنصر. إذن الهلال يتفوق بهدفين مقابل هدف من إحراز سالم الدوسري أمام تاليسكا، واحتفالية بنفس الطريقة وصراع عريق بينهما. وأيضا لدينا الاتحاد والتعاون حيث يتقدم حمد الله بهدف على طريقة زين الدين زيدان في آخر الدقائق، ويعني كانت جميع جماهير وجدها شيئا خطيرا وشيئا مستعجبا. ما رأيك أولا في قمة الهلال والنصر عبد الرحمن؟ والله عبد الرحمن، قمة الهلال والنصر هي قمة تاريخية تجمع هو ديربي الرياض العريق الشهير، وأيضا كلاسيكو المملكة العربية والسعودية. أعتقد أنه الهلال في الشوط الثاني تفوق على النصر على عكس الشوط الأول، أن النصر تفوق أيضا على الهلال. قمة كبيرة لا تحتمل التوقعات. استمتعنا كثيرا بالأحداث، وكانت هناك مشاحنات كبيرة بين اللاعبين. في النهاية تأهل فريق الهلال على حساب النصر، ولعل نقدر نقول ان تاليسكا استعجل بالاحتفاليه وكان الرد قاسي من سالم الدوسري. جوله كاس الملك عبد الرحمن كانت جوله يعني نقدر نقول انها حاميه، خصوصا مباراه التعاون والاتحاد عاد بالنتيجه في دقائق المباراه الاخيره، وسجل ايضا كما ذكرت حمد الله. عندنا الفيحاء انتصر على الباطن، وعندنا ايضا مباراه كبيره جمعت الفريقين الاهلي والشباب. اذا نصف النهائي بين الاتحاد والهلال والشباب والفيحاء. عبد الرحمن، توقعاتك من سيكون بطل هذه النسخة من كأس الملك؟ الهلال بشكل عام فريق بطولات، فريق لا يخشى عليه، وفريق مجهز لأي بطولة، وهذا ما لا شك فيه أنه يجعله واحد من المتصدرين أو من الأسماء المرشحة للفوز. الاتحاد كذلك من الأفرقة التي ظهرت مجددا بعد سقوط كبير، ظهرت مجددا وبدأت الآن تنافس على جميع البطولات، ونشهد بذلك لها في مباراتهم مع التعاون. أدوا أداء طيب بجماعية ممتازة. النصر مما لا شك فيه أيضا أنه من الأفرقة التي تملك مالا كبيرا، فالمال طبعا ينشئ الأفرقة وينشئ المدربين. تفضل عبد الرحمن. والله عبد الرحمن، أيضا أنا أقول أنه المرشح الأول لهذه البطولة هو فريق الهلال، ثم يأتي الاتحاد. وننتظر نهائي كبير، كون الاتحاد تنتظره مباراة سهلة أمام الفيحاء، وأيضا الهلال تنتظره نوعا ما مباراة سهلة أمام الشباب، كون انتصر أيضا في الدوري عليهم ب5-0. فبالتالي النهائي سوف يكون، أتوقع أنه سوف يكون بين الاتحاد والهلال، ثم سوف ننتظر نهائي عظيم. بالمناسبة النهائي سوف يكون يعني في شهر شوال من هذه السنة، فبالتالي هناك وقت، حتى لو كان في مشاكل في الاتحاد مشاكل في الهلال، هناك وقت للمدربين أن يعيدون حساباتهم مرة أخرى.
إذا هذا في كأس الملك. دعنا لازلنا في آسيا نذكر على عجالة صدارة الدوري الاتحاد ب48 نقطة بفارق 7 نقاط عن الوصيف نادي النصر، ويعقبهم الشباب ثم الهلال ب34 نقطة. طيب دعني أنتقل معك عبد الرحمن إلى الدوري الإنجليزي. ليفربول على بعد 3 نقاط من الصدارة، ومانشستر سيتي معروف أنه إذا استعاد الصدارة أو إذا تربع على الصدارة لا يأخذها منها أحد. هل يفعلها ليفربول هذه السنة؟ عبد الرحمن، ليفربول عائد من انتصار كبير على ليدز يونايتد، كلوب أنعش الفريق مرة أخرى بعد بداية سيئة. كنا نتوقع أن ليفربول لن يكون منافسا لمانشستر سيتي بعد تفرده بالصدارة بفارق نقاط كبير، إلا أنه تعثر سيتي أمام توتنهام في المباراة المثيرة جدا، وفوز ليفربول الساحق على ليدز يونايتد أعاد حساباته. لعل هذا الانتصار لليفربول والهزيمة لبيب تجعله يعيد حساباته مرة أخرى، أن الدوري لم يكن محسوما ولن يكون محسوما حتى الجولات الأخيرة. أتوقع صراع تاريخي كبير بين السيتي وليفربول كما حدث في عام 2019 عندما فاز السيتي باللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول. السنة هذه انتظرنا أيضا صراع تاريخي بينهم مرة أخرى، واللقاء الذي سوف يجمعهم بعد الجولة سوف يكون لقاء حامي جدا، سوف يحدد بنسبة كبيرة ملامح بطل الدوري الإنجليزي. جميل. إذن الدوري الإنجليزي والصدارة ب63 نقطة لمانشستر سيتي، وليفربول ب60 نقطة، يعقبهم تشيلسي ب50 نقطة، ومانشستر سيتي ب46 نقطة. ودعنا ننتقل هنا إلى الحديث عن دوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة 7 لجواو فيليكس، يعقبها هدف لمانشستر يونايتد تنتهي المباراة فيه بالتعادل، لا وجود لكريستيانو في هذه المباراة. عبد الرحمن، لعل المباراة شهدت مستوى مقارب بين الفريقين كونهم يعانون كليهما في دورياتهم المحلية. مباراة شهدت يعني مفاجأة من أتلتيكو مدريد في هدف في الدقيقة 7 عن طريق جواو فيليكس، ثم مباراة بعد يعني استمرت على نسق مساوي بين الطرفين، هجمة هنا وهجمة هناك، إلى أن أتى الهدف في آخر الدقائق ليونايتد. أعتقد أنه يونايتد لديه الفرصة الكاملة كونه الإياب سوف يكون في ملعب أولد ترافورد، وبالتالي هناك أنا أرشح صراحة يونايتد أن يتفوق على سيميوني وأتلتيكو مدريد. دعنا ننتقل عبد الرحمن إلى القمة الأشهر في دوري 16 من دوري أبطال أوروبا، باريس ومدريد. ماذا حصل في هذه المباراة عبد الرحمن؟ طحن وطحين كما يقال. كانت مباراة يعني أقدر أقول أنها ثقيلة من العيار الثقيل. تفوقت فيها باريس سان جيرمان على ريال مدريد بهدف في الدقائق الأخيرة بعد صعوبة بالغة. ميسي لم يكن حاضرا كما هو كريستيانو في مانشستر يونايتد، مع أن هؤلاء الأساطير هم اللي يعول عليهم في مثل هذه المباريات، فحين يغيبون يعني يحدث الفارق. امبابي باغت ريال مدريد بهدف خيالي، بهدف لم يتوقع في الدقيقة الأخيرة من المباراة. فيراتي أدى أداء جميلا جدا ووسط باريس كذلك، وبالمقابل لم يتركوهم وسط ريال مدريد يعني في يسرحون ويمرحون في الوسط، بل كانوا في مجابهة معهم. نعم، أعتقد أن هذه المباراة يعني أعظم مباراة لمدرب باريس سان جيرمان بوكيتشينو في خلال موسمه، بعد أن يعني دارت الشكوك حول هذا المدرب أنه أقل بكثير من الأسماء الموجودة في داخل باريس سان جيرمان، إلا أن هذه المباراة تحديدا ظهر فيها باريس بشكل كبير جدا. دعنا نقول حجم قدرات ريال مدريد، مع أنه أنشيلوتي هو الذي دخل مدافعا، وكان كأنه يقول للاعبيه نحن نرضى بالتعادل هنا في باريس ويعني نفاجئهم بالإياب، إلا أن مبابي كان له الكلمة. بالمناسبة مبابي هذه المباراة يعني تعني له الكثير، كونه يلعب مع فريق الحاضر أمام فريق المستقبل، إلا أن مبابي رمى بكل هذه الضغوط عرض الحائط وأدى أداء كبير وفاز برجل مباراة وهو يستحقها، وكان مصدر خطورة. دعنا نقول الأكبر وليس الوحيد، إلا أنه كان الأكبر بنسبة 70%. كانت كل الهجمات أو أغلب الهجمات تأتي عن طريق مبابي، وأيضا منظومة باريس بشكل عام كانت قوية جدا متماسكة جدا. جميل. إذن دعنا أيضا لا نظلم حق الأسطورة في هذه المباراة كورتوا، حيث تردى
عن ميسي ببلنتي ولم يحرزه ميسي، وصد كذلك كرات كثيرة كانت محققة وأهداف قريبة كادت أن تقلب مجريات المباراة لولا تألق هذا الحارس في ذلك اليوم. نعم، على عجالة نذكر عبد الرحمن نتائج دور 16 ليفربول مع انتر ميلان 2-0 في ملعب الانتر. عندنا ايضا بايرن ميونخ وسالزبورغ 1-1. عندنا تشيلسي وليل انتصار سهل لتشيلسي 2-0. يوفنتوس وفيريال 1-1. بنفيكا واياكس 2-2. عبد الرحمن، اعلم انه مبكر الحديث عن بطل دوري ابطال اوروبا، ولكن دعنا على الاقل نذكر فريقين او ثلاثه ترشح انهم سوف يكونون بطل هذه النسخه. قد يعود الكأس إلى الديار ويذهب ريال مدريد، لأنه فريق عريق وفريق يملك الأسماء إلى الآن في هذا. وقد يذهب أيضا لباريس سان جيرمان الذي سعوا جاهدين للحصول على دوري أبطال أوروبا وجاءوا بأسماء قد لا يصدق العقل أنها قد تأتي فريق واحد مثل راموس وليونيل ميسي اللي كانوا في صراع تاريخي بين برشلونة وريال مدريد. لكن باريس سان جيرمان فعل المستحيل، وأظن أنه قادر أن يفعل المستحيل أيضا ويأخذ دوري أبطال أوروبا. أيضا لدينا عبد الرحمن فريق مانشستر سيتي، فريق فاز في ملعب لشبونة 5-0، ضربهم بالخمسة. ويعتقد في هذه النسخة أن السيتي سوف تكون له الكلمة، كون بيب جوارديولا طموحه الأكبر أن يفوز بدوري أبطال أوروبا مع فريق مانشستر سيتي. فبالتالي بالنسبة للطموح باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هم أكبر محتاجين لهذه البطولة في هذه النسخة. يعني بقية الفرق عندنا بايرن ميونخ حصل عليها في النسخة الماضية، عندنا ليفربول حصل عليها في النسخة ما قبل الماضية، تشيلسي آخر نسخة أيضا حصل عليها تشيلسي، ليفربول. هذه الأفريقيا كلها يعني تعودت على الفوز بهذه البطولة، لأن هذه البطولة حرم منها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، حيث أنهم لم يتفوقوا بها في تاريخهم قط. عبد الرحمن، نفتقد في هذه الجولة فريق كبير جدا وفريق تاريخي، حيث أنه يعود يعني منذ أكثر من 20 سنة لم يغيب برشلونة عن دور 16 من دوري أبطال أوروبا. اليوم سوف يلعب مباراته الإياب أمام نابولي. للأسف نقول أنه في اليوروبا ليج افتقدنا متعة كبيرة لهذا الفريق. توقعاتك عبد الرحمن لمباراة اليوم؟ والله برشلونة يعني بكل الحزن صراحة يغيب عن دوري أبطال أوروبا كما ذكرت عبد الرحمن. تخبطات إدارية، تغيير المدربين، كثير من الأمور التي مرت بها هذه الأندية قد تغير تقلل من مستواها أو تغير من شكل الفريق. لكن برشلونة تغير تغيير جذري، حيث فقد أسطورته الخالدة ليونيل ميسي أسطورته ليونيل ميسي ونزل من تشامبيونز ليج إلى اليوروبا ليج. إذن برشلونة يا عبد الرحمن، والحديث عن الفريق الغائب عن دوري أبطال أوروبا. نتمنى التوفيق لجميع الفرق كما تذكر دائما يا أخي عبد الرحمن. إلى هنا ننهي هذه الحلقة مشاهدينا الكرام الأفاضل. تنتهي هذه الفقرة. أشكر لكم حضوركم واستماعكم وإنصاتكم. يعني نذكركم أننا في صدد استقبالكم ومشاركاتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أشكر زميلي الذي يصطحبني في التقديم، زميلي وأخي عبد الرحمن. أهلا وسهلا عبد الرحمن. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في كل مكان على حسن المتابعة والإنصات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. أنس وصحة بساعة الشباب. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.